شتيها دنيا تزين موسمنا ويحلى وتدفق مي وزرع جديد بحقلنا يعلى. عسلامة، شنو احوالكم؟ ان شاء الله تكونوا الناس الكل بألف خير وصحة جيدة. رجعت معكم اليوم بفيديو جديد، وكما قاعدين تشوفوا في الثلج تصب وشتاء حسيلو شتاء دخل بقوة. حبيت لهنا نشارك معكم حاجة جارية. شنو نطيبوا نحن في الشتاء؟ ديما نعمل حويجة جارية هكا تدفينا. باش نعمل اليوم محمصة بالدبابش بنا ما شاء الله. قلت لازم باش نشاركها معاكم. كما تشوفوا لهنا جبت الدبابش او البقول الحقيقة اللي متوفر عندي جبته، تنجموا تزيدوا وتنقصوا حسب الرغبة. حطيت لهنا نوعين من الفول، نوعين من العدس، وحطيت جلبانة شايحة. بالنسبة للفول استعملت الفول أنصاف وفول مصري. بالنسبة للعدس استعملت العدس البني والعدس الأحمر، وذيك كما تشوفوا عندي جلبانة شايحة مقسومة زادة أنصاف. أول حاجة باش نعملها باش ناخذ أكل بقول هذيك وباش ننفخها في ماء سخون يكون يغلي. نخليها منفخة هكاكا في ماء سخون مدة تقريبا 5 دقائق هكاكا، ومن بعد نشللها مرتين 3 حتى فين يتنحى كل غبابر منها الكل وكل قشور الزايدة الكل. نشللها بماء سخون، لازم يكون الماء سخون يغلي. ردوا بالكم البقول ما تبدلوا لهاش الماء، كيسي سوا طيبوا فيها ولا تغسلوا فيها، ديما تعملوها بماء سخون ولا بماء بارد. اما ما تحطوش مره ماء سخون ومره ماء بارد، ما كانش كيكه تحنجر لكم في الطياب وما تطيب لكمش فيسا. على الغاز حطيت طنجرة معبية بالماء، هي بدات تغلي ويني هبط فيها اكل البقول هذوكم كما قلت لكم بعد ما غسلتهم بالباهي. جبت لهنا عندي شويه قديد باش نعمل اليوم دبابش المحمصه متاعي بالدبابش والقديد. خذيت زاده مغرفه من زيت القديد وشويه شحم نتاع قديد، هذاك راهو يبنن على الاخر في الجاري. كما شاركتكم في الفيديوهات اللي فاتوا وقت نظمت معاكم بيت المونه، قلت لكم راني ناخذ برشا الليا، نحبها الليا خاطر تبنن ياسر حاجات كما هكا في الجاري. حطيت معاهم معناه في الطنجرة اللي حطيت فيها البقول حطيت القديد وزيت القديد، وزيت حطيت معاها شوية زيت زيتونة وباش نحط توا الفاحات. خذيت بالمغرفة الكبيرة مغرفة ونص طماطم معجونة، شطر مغرفة هريسة عربي، شوية ملح، شوية فلفل أكحل وفلفل أحمر وكركم، وخذيت لهنايا زعتر وحبق شايح يفوح، يزيد القيمة الغذائية في الطنجرة متاعنا ويفوح. وأون بليس معناها نعرفوا كلنا اللي في الشتاء الزعتر باهي ويدفينا، دونك هاكا نحطوه في حاجة جارية. وزدت حطيت شوية ثوم كما شفتوا مرحي، وباش نغطي الطنجرة متاعي ونخليها تغلي بالباهي حتى فين كما قاعدين تشوفوا تخر زيتها وكل شيء المكونات الكلهم يطيبوا. ديما حاولوا هكا تحركوها شوية شوية، كي لقيتوها نقصت من الماء هكا زيدوا شوية ماء، تبقى لهنا تغلي حتى فين القديد يطيب والبقول اللي عندي الكلهم يطيبوا. في الوقت هذا باش نحط المحمصة وباش نحط زادة المعدنوس. لهنا المعدنوس اختياري، في المحمصة بالدبابش فما شكون يحب يحط وفما شكون يخليها فقط بالدبابش. يعني حطيت عندي معدنوس شاي، حطيت منه تقريبا 4 مغارف هكاكا. وتو باش نحط المحمصة. بالنسبة لي استعملت خذيت الصحفة هذه كما تشوفوا، استعملت مزلوكة العادة من سنبلة ذهبية من ليبيدور، بصراحة تعجبني على الاخر، تشبه ياسر للمحمصة ديالي، الأكثرية نستعملها هي. باش نحط لهنايا صحفة، وديما عينا ميزاننا في حطان المحمصة باش ما تجيكمش جامدة برشا ولا عاقدة، يعني ما تجيكمش المحمصة بزايد في الطنجرة، وزادة باش ما تجيكمش جارية برشا. دونك هذه هي الطريقة متاعي اني لهنايا كي نحط ديما نقول لكم نهز بالمغرفة ونشوف اذا كان المغرفة يعني تلقاو فيها كل شيء موجود، معناه كي البقول كيما المحمصة هكاك تكون الطنجرة متاعكم كافية. اذا كان تلقاو كمية المحمصة شوية في المغرفة زيدوا كمية المحمصة، إذا كان تلقاوها برشا حاولوا أنكم تزيدوا الماء، أما ديما حطوا بشوية معناه ماذا بيكم حطوا بشوية باش ما تجيكمش هكا مطعمها، يعني تهرب كي تزيدوا الماء يهرب كالنكهة متاع الفحات. لهنا كما قاعدين تشوفوا حضرت المحمصة متاعي جايت حسيلو بنا على بنا ما شاء الله، كل شيء فيها مضبوط، كي سواء البقوليات اللي حطيتهم كي سواء الكمية متاع المحمصة. وتو ما بقى لي كان باش نحطها معكم في طبق التقديم ونشوفوها في الشكل النهائي متاعها.
زدتها لهنا رشة معدنوس، تزيدها بنة على بنة وتزيدها جمالية هكا للصحن متاعنا. وهكا فوالا حضرت المحمصة متاعنا نودكم ولا نشهيكم، جات محمصة بنينة على الاخر، تدفي في ايامات هالبرد هذوما وايامات الثلج. بهكا نكون وصلت معاكم لاخر الفيديو، ان شاء الله تكونوا استفدتوا منه ولو افاده بسيطه. وتم بقى لي باش نقول لكم كان دمتم في امان الله، نتلاقى معاكم في فيديوهات اخرين ووصفات اخرين، وبسلامه.